بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في مثل هذا اليوم 15 من شهر هاتور الموافق 24 نوفمبر سنة 309 ميلادية استشهد القديس ماري مينا الملقب بالأمين المبارك، ويعتبر ماري مينا أشهر الشهداء المصريين، ولم ينل شهرته أي شهيد مصري على مر العصور داخل مصر أو خارجها، ولعل السبب في ذلك العجائب الكثيرة التي يجريها الله على يديه إلى يومنا هذا. أما قصة حياته، قد ولد عام 285 ميلادية من أسرة مسيحية مشهود لها، وكان والده أودوكسيس من أهالي نقيوس بمحافظة المنوفية، وكان يعمل مساعدا لأخيه حاكم الإقليم، وكانت أمه أفومية عاقرا لا تلد، وكانت تشتهي هي وزوجها أن يرزقهما الله نسلا، وكان يكثران من الأصوام والصلوات، ودائما يتصدقا على الفقراء. وذهبت أمه في أحد الأيام إلى كنيسة السيدة العذراء بإتريب في عيد العذراء، ونظرت الأطفال بملابسهم النظيفة الجميلة مع والديهم، فإنها تنهدت وبكت بدموع أمام صورة العذراء حاملة الطفل يسوع، وتوسلت إلى ابنها الحبيب أن يرزقهما ولدا. وبينما هي تصلي سمعت صوت يخرج من الصورة يقول لها أمين، ففرحت بما سمعت، وتحققت أن الرب قد استجاب صلاتها. ولما عادت إلى منزلها فأخبرت زوجها بما حدث معها، ففرح جدا وقال لتكن إرادة الله. وقد رزقهما الله بطفل جميل وأسمياه مينا كالصوت الذي سمعته أمه أثناء صلاتها، ففرحت المدينة كلها بميلاده. وعتق أبوه أودوكسيس الكثير من المساجين، ووزع الكثير من الصدقات على الفقراء والمحتاجين. وعندما تعرض والده لوشاية عند الملك بسبب حسد أخوه له، فنقله إلى أفريقيا إلى إقليم ليبيا والجزائر، ففرح به أهلها لأنه كان رحوما خائفا من الله. ولما نشأ مينا علماه أبواه القراءة والكتابة، وهذباه بالتعليم والآداب المسيحية. ولما بلغ من العمر 11 عام توفى والده بشيخوخة صالحة، ثم والدته بعد 3 أعوام، فورث عنهما خيرات كثيرة وبركات روحية مع كرامة. فكرس هذا القديس حياته للصوم والصلاة والسلوك المستقيم ومحبته وعطفه على الفقراء والمساكين، وكان إذ أحبه الناس جدا فولوه مركزا مرموقا، وتم تعيينه ضابط برتبة قائد في الجيش الروماني، ومع هذا لم يتخلى عن عبادته. ولما ارتد دقلديانوس الملك وأصدر أوامره بعبادة الأوثان واستشهد كثيرون على اسم السيد المسيح، التهب قلب مينا بمحبة الله الفائقة، فقام بتوزيع أمواله على إخوة يسوع الأصاغر. وإذ اشتهى تكريس كل وقته وطاقته لحساب مملكة الله، ترك خدمة الجيش بعد 3 سنين وتوجه إلى البرية ليتعبد فيها. وبعد 5 أعوام من رهبنته رأى وهو يصلي الشهداء يكللون بواسطة الملائكة ويحملونهم إلى الفردوس، وقد صاروا في بهاء أعظم من الشمس. اشتهى القديس مينا أن يصير شهيدا، فسمع صوتا من السماء يقول له: مبارك أنت يا أبا مينا، لأنك دعيت للتقوى منذ حداثتك، فستنال 3 أكاليل لا تفنى ولا تزول، واحد من أجل بتوليتك، والآخر من أجل حياتك النسكية، والثالث من أجل استشهادك هذا. سيصير اسمك مشهورا بين الشهداء، لأني أجعل الناس من كل قبيلة ولسان يأتون ويعبدونني في كنيستك التي ستبنى على اسمك، وفوق ذلك كله ستحصل على مجدا لا ينطق به ومجيد في ملكوتي الأبدي. ترك القديس مينا البرية وانطلق إلى المدينة في ثياب النسك، وكان ذلك اليوم يوافق احتفال ديني عظيم. تمررت نفسه وهو يرى الجماهير الكثيرة في هذا الضياع تقدم إلى ساحة الاحتفال، وصرخ نحو الجماهير معلنا اشتياق الله أن يعرف الكل محبته وخلاصه، فقال بصوت عال: وجدت من الذين لم يطلبونني، وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. ذهلت الجماهير لهذا المنظر، وحدث صمت رهيب. حينئذ تساءل الوالي عما حدث، وكيف تجاسر هذا الإنسان ليعطل الاحتفال بعيد الإمبراطور.
أعلن الراهب إيمانه بشجاعة. تعرف عليه بعض العسكريين وأخبروه عن مركزه القديم. اندهش الوالي لساعته وقال له: لماذا تركت جنديتك؟ وكيف تعترف أنك مسيحي؟ أجابه القديس: إني جندي حقا، لكنني آثرت أن أكون جنديا لرب يسوع المسيح لأجل مرضاة اسمه القدوس. ضرب على فمه حتى انكسرت أسنانه، فكان يلهج قلبه بالشكر، حاسبا أنه غير مستحق أن يهان من أجل اسمه القدوس. إذ فشل القائد في إقناعه، أرسله إلى الوالي مع رسالة شرح فيها ما حدث. وركب الجند السفينة مع القديس مينا، وسمع صوتا من السماء يناجيه: لا تخف يا حبيبي مينا، لأني سأكون معك أينما تحل. ألقاه الوالي في السجن مع كثيرين، فكان يعزيهم ويشجعهم. هناك ظهر له السيد المسيح بنفسه وعزاه، ثم صعد إلى السماء في اليوم التالي. استدعاه الوالي إلى مجلس القضاء وأخذ يلاطفه ويتملقه، وإذ لم يجد حيلة توعده بالموت. أمر بجلده بالسيور، وحاول نشره بمنشار حديدي صلب، وإذا بالمنشار يذوب مثل الشمع. أخيرا أمر الوالي بقطع رأسه بالسيف. وفي مكان الاستشهاد ركع القديس وصلى رافعا يديه إلى السماء، فضربه السياف، وتمت شهادته في اليوم 15 من شهر هاتور الموافق 24 نوفمبر سنة 309 ميلاديا، وكان عمره 24 عاما. أوقد الجند نارا لحرق جسده، لكن بقى الجسد 3 أيام و3 ليال داخل اللهيب ولم يحترق. وبعد ذلك جاء بعض المؤمنين ووضعوا جسد ماري الطاهر على جمل واتجهوا إلى الصحراء الغربية. وعند موضع معين توقف الجمل ولم يستطيعوا تحريك الجمل بكل الطرق، ثم أحضروا جملا آخر وتوقف أيضا الجمل، فقاموا بدفن الجسد الطاهر في هذا المكان. في هذا المكان الآن يوجد دير الشهيد العظيم ماري مينا العجيبي في مريوط بالقرب من الإسكندرية. بعد عدة سنوات كان أحد الرعاة يرعى الغنم في هذه المنطقة، وكان عنده خروف أجرب وقع على الأرض، وعندما قام الخروف اندهش جدا الراعي لأن الخروف شفي تماما من مرضه. انتشرت هذه القصة بسرعة، وكان بعض المرضى يأتون لهذا المكان، وعندما يجلسون على الرمال في هذا الموضع يبرؤون مهما كان نوع المرض. وفي هذا الوقت كان للملك زينون، وهو محب للمسيح، ابنة مريضة مرض شديد جدا ولم يستطع أحد علاجها، فاقترح عليه مستشاريه أن يجرب زيارة هذا المكان. ولما ذهبت ابنة الملك لهذا المكان وضعت رمل من المكان على جسمها، وفي الليل ظهر لها القديس مينا في حلم وأخبرها أن جسده مدفون في هذا المكان. وفي الصباح ذهبت للاستحمام في بحيرة مريوط فشفيت من مرضها، فأخبرت الخدم الذين معها بالرؤيا التي رأتها. ولما علم والدها الملك زينون بما حدث أمر بحفر المكان وبناء كاتدرائية عظيمة فيه، وكذلك حث الأغنياء على بناء قصور ومساكن لهم في هذا المكان. ولم يمض وقتا طويل حتى أصبحت هناك مدينة عظيمة تحمل اسم القديس في هذا المكان، وكانت معروفة بمدينة الرخام. وكان مرضى كثيرين من جميع أنحاء العالم يأتون لزيارة هذا المكان، وكانوا يشفوا من أمراضهم بشفاعة القديس ماري مينا العجيبي، لأن عجائب ومعجزات كثيرة حصلت بسبب شفاعته. وكانت القوارير الخزفية مملوءة بالماء أو الزيت للبركة تعطى للزائرين. وظلت المدينة عظيمة حتى دخول العرب مصر. بدأ الإهمال والخراب في المدينة. وفي زمن هارون الرشيد حدث هجوم وحشي على المدينة وحرقت معظم أرجائها. وفي زمن الوالي المأمون وكان واليا على مصر أمر بهدم المدينة كلها، واستولى على الأعمدة الرخامية واستخدمها في بناء القصور والمساجد في القرن 14. وفي القرن 14 وجد بعض الناس في مريوط صندوق خشبي، فأحضروا هذا الصندوق إلى الحاكم ففتحه، فوجد داخله مجموعة من العظام ملفوفة في قماش، فأمر الطباخ برمي الصندوق في النار. وبعد ذلك ذهب الطباخ في الليل
ليعد الطعام، وجد عمود من النور صاعدا من النار، والنار لم تمس عظام القديس. وأمر البابا بنيامين بنقل عظام القديس إلى كنيسة القديس ماري مينا بفم الخليج في القاهرة. وفي القرن العشرين فقط بدأت بعثات عالمية البحث عن المدينة الأثرية المخربة. وبعد أن أصبح القديس البابا كيرلس السادس بطريركا عام 1958، وضع حجر الأساس لدير كبير وكاتدرائية عظيمة على اسم الشهيد ماري مينا في موضع قريب من مكان المدينة الأثرية. وكان البابا كيرلس من قبل أن يصبح بطريركا محب للقديس ماري مينا، وأصبحت ترتبط صداقة مقدسة تربط القديسين في السماء مع الناس على الأرض. وفي أيام القديس البابا كيرلس السادس المباركة أنعم الله علينا بدير عظيم للشهيد ماري مينا لكي نزوره ونطلب صلواته وشفاعته لأجلنا أمام رب المجد. وبعد نياحة البابا كيرلس السادس دفن جسده الطاهر في دير ماري مينا حبيبه حسب رغبته. بركة صلوات وطلبات القديسين العظيمين ماري مينا العجيبي والبابا كيرلس السادس تكون معنا جميعا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.